عن الشيخ وعن حياة الشيخ كانت ماشية ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ كانت حياته إن هو مات أبوه وهو في الثامنة من عمره. كانت وصيته مع أمه. شب الشيخ من طفولته على العفاف وعلى الطاعة. أول حياته كان يعمل برعي الأغنام، وكان إنسان بسيط جدا. عاش حياته في كفاح منذ طفولته حتى أن لقي ربه. بعد كده اشتغل في عمل الزراعة، واشتغل في جميع الطوائف المعمارية وما إلى ذلك، لغاية ما أخذ حرفة الصيد. فكان يصطاد الأسماك من المحيطات ومن البحار وما إلى ذلك، وكان كل اللي بيخرجه من المحيطات ومن البحار كان دائما أنه بينفقه في سبيل الله. الشيخ دائما كان بيؤثر كل حاجة على نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان دائما وأبدا متصف بصفات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مؤدبا وكان مهذبا. كان يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، فأخذ أدبه من أدب رسوله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله تعالى عنه، كان حليما، كان دائما يحنو على الفقير وعلى المسكين. كان كريما، كان يعني يعطي لله ويأخذ لله ويتعامل بالله. كل أعمال الشيخ على هذه الوتيرة. اتفضل كمل. هذا لم يكن مني ولا منك، ولكن من الله عز وجل. لا، من الله عز وجل. فهمت معي أنا؟ أما تسخير الناس ده من الله. نعم. التسخير كل شيء بأمر الله. طبعا. كل شيء بأمر الله، واللي بيوجهنا كلنا الله. اللي بيوجهنا أهل القرية حاج كان بيقول إن هو حتى الأكل اللي بيعمله بالنسبة لإطعام الطعام وبالنسبة للحاجات دي كلها، دي يشهد الله له بذلك، وتشهد ملائكة الله له بذلك، ويشهد رسول الله له بذلك، ويشهد أهل القرية وكل المحبين وكل المريدين. كان له اليد الطولى في إطعام الطعام وإفشاء السلام. كان دائما وابدا متصف بالوجه البشوش. فهمت معنى؟ كان